فاكر فيلم معلش احنا بنتبهدل؟ بتحبه وبتموت فيه يعني؟ هيبقى معاك حق والله. انا عن نفسي شايف انه افضل فيلم لاحمد ادم زيك بالظبط، وافاته لسه عايشه معانا لحد دلوقتي. بس في حاجه حصلت كده في اخر الفيلم يعني هنتكلم عنها النهارده. هي يعني عباره عن كدبه صغيره كبرت مع الزمن لحد ما اتحولت لحقيقه مطلقه. ناس كتيره جدا حوالينا مصدقينها لحد النهارده. معرفش مصدقينها على ايه يعني، دي كدبه ما يصدقهاش اي عرباجي ولا حتى تاجر مغات. بيقول لك ايه بقى في الكدبه دي؟ قال ايه؟ ان العراق سقطت ووقعت بسبب كدبه. في الوهله الاولى هتقول لي طب ما العراق سقطت فعلا بسبب كدبه ان امريكا كدبت على العالم وقالت ان العراق فيها نووي عشان تغزوها. بس يعني مش هي دي الكدبه يا معلم. الكدبه المقصوده اللي بتتردد من العرب والمصريين بالاخص هي ان الدكتور محمد البرادعي الوحش الشرير اوشى على العراق بالنووي اللي مش عندهم اصلا لصالح امريكا، وقال لهم يلا بينا يا مراكبي شد القلوع، يا مراكبي مفيش رجوع، ويلا بينا نحتل العراق ناو والكلام الجميل ده. وده اللي بنشوفه في اخر مشهد خالص لما القرموطي غنى يا برادعي ما تخف عليا، تعال فتش بالراحه شويه، المانجا ما هياش نوويه. وما اظنش انك محتاج تعرف ان الرمزيه هنا بالمانجا والتفتيش ان المانجا هي العراق، الشيء اللي اتصدر للعراق في الفيلم. فهو بيقول تعالى فتشني فتش، العراق ما فيهاش اي نووي. يا ايه يا برادعي؟ ايه بقى دخل دكتور محمد البرادعي في الحوار؟ وليه الاغنيه دي اقحمت في الفيلم اللي كان من 20 سنه ده؟ وقبل ما نحكي في المحكي يا جماعه الخير، انا لا ليا علاقه بالبرادعي لا من قريب ولا من بعيد، ولا حتى من موردينه ولا حتى من محبينه. كل اللي بيني وبينه اني كنت بضحك على تويتاته اللي ساعات بيقول فيها كلام مضحك زي احنا لايسين كومبليتلي يا ساره. واللي هنقوله في الحلقه دي ده مش راي شخصي، لا دي حقيقه ما حدش عاوز يبص لها. وللاسف الموضوع اللي بنحكي فيه ده كان بينم عن الوعي الجمعي المشوه للناس في الفتره دي. مفيش بقى انترنت ولا حد بيخاطب عقل الناس بجد، ولا حد بيدور على مصادر حقيقيه بتقول الصح فين وبتنفي الغلط ازاي. فالنتيجه ان كتير جدا من الناس مصدقين ان البرادعي هو اللي عمل كده وهو اللي اكل الجبنه. طب تيجي بقى نحلل ونتكلم في الموضوع وليه الناس اصلا مصدقه اكذوبه البرادعي دي والحقيقه اللي حصلت فعلا. يلا بينا. بس قبل ما اقول لك تعالى اقول لك ليه الناس مصدقه. لان الانسان عموما مننا بيميل جدا 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 للدراما والحواديت الغريبه اللي فيها حبكات والتواءات ما تتصدقش. وده لان الواحد مننا بيحب البهارات وبيحب الدراما، خصوصا وانت بتتكلم عن شخص واحد مش ناس كتيره. عشان كده مثلا لما بنقول على حد عمل حاجه بنقول نشير صباع الاتهام وبنشاور بصباع واحد زي كده، مع ان في ايدينا 5 صوابع وممكن نشاور بيهم في كل حته. بس احنا بنحب نشاور دايما بالسبابه على واحد بس نشيله الليله. وهو ده بالظبط اللي حصل في العراق، وهي فكره البروباجندا. من غير بروباجندا مفيش حدث ولا في حاجه هتحصل. شفت بقى الروايه الامريكيه لما قالت لك والله احنا حاسين ان العراق فيها نووي وبتاع وما كانش فيه كده؟ فبعد لما الحجه الخايبه دي طلعت وبعد غزو العراق، المصريين اصلا والعرب هم اللي عملوا الروايه الثانيه، روايه البرادعي، اللي هو جابوا بروباجندا امريكا اللي بتقول ان العراق فيها نووي وزودوا البهارات وقالوا لك لا ده مش امريكا هي اللي عايزه تعمل كده، ده البرادعي المصري الخائن العميل هو اللي قال ايه بلغ امريكا انها تعمل كده بحكم مركزه. زي بالظبط ما قلنا على حوار الصباع الواحد بس. كل الناس شيلت الليله للبرادعي وبس عشان تريح دماغها. وده لاننا اصلا زي ما قلنا بنحب الروايات اللي فيها مؤامرات مشبوهه وغريبه وما تتصدقش وفيها دراما. فبدل ما انت تطلع الامريكان اللي هم وحشين انت كده عارف ان هم وحشين، بس هتحب اكتر تعرف ان في واحد مصري بيتكلم بنفس لغه العراقيين اللي هي اللغه العربيه وفي الاخر عمل فيهم الكارثه دي. خلاص عرفنا يا سيدي ليه الناس مصدقه الروايه الخايبه دي. بعيدا بقى عن الموضوع اللي جايين نكتشف كذبته، فازاي يا معلم اصلا انت مصدق ان فرد واحد ايا كان مركزه هيبستك اقوى دوله في العالم ويقول لهم يلا هس روحوا على الناس دي اعملوا فيهم كده؟ ما لو عايزين يعملوا اي حاجه من غير قلب هيعملوا كده يا معلم، وهم فعلا عملوا كده. بس ايه السبب بقى يا ترى؟ هقول لك يا سيدي. السبب ببساطه شديده في غزو العراق هو ان قبل حرب الخليج وغزو صدام للكويت وبعد الحرب لما العراق بتتراجع عن الكويت الدنيا بتهدى والجيوش وامريكا تفض الليله. امريكا قالت خلاص صدام اتعلم الدرس وفهمه ومش هيعمل نواش تاني. وفي نفس الوقت بصين على نفط العراق اللي هي تعتبر من اكبر الدول اللي بتمتلك اكبر احتياطي نفط في العالم، وكانت شايفه انه بقول لك ايه هنقطع عرق ونسيح دم ونخلي البرادعي الوحش اللي كان ماسك وكاله الطاقه الذريه وقتها يقول على العراق ان عندها سلاح نووي عشان نخلق الكذبه دي وندخل نغزو العراق بحجه تطهير العالم من اسلحه الدمار الشامل. استنى انت صدقت ولا ايه؟ امريكا يا عم ما قالتش الكلام ده، هم بس كانوا عايزين يقضوا على صدام مش اكتر ويستولوا على النفط اللي عنده، الهدف الحقيقي واللي كان دايما جورج بوش والحلفاء كانوا بيقولوا عاوزين شرق اوسط جديد من غير ديكتاتوريه، واننا كامريكان عايزين واقع حلو ومأحرف الشرق الاوسط اللي بنحلم معاه بسفينه وبمينا ترسينا
النفط اللي كان الحجه الخفيه اصلا من ورا الغزو، بدليل لما وصلوا العراق امنوا اماكن النفط وسابوا البنوك والمستشفيات وجميع المنشآت زي ما هي. والبرادعي المسكين ما قالش كل الكلام ده انت حتى لو دخلت في حيثيات حرب الخليج دي على اي موقع محترم موثوق على الانترنت او اي كتاب وعملت كنترول اف عشان تسيرش بكلمه البرادعي هتلاقي ملوش وجود اصلا، مش عشان مش مهم في الموضوع بس عشان فعلا هو ملوش اي يد في اللي حصل. وحالا هنشوف الفيديو اللي فيه كلمه براءه البرادعي وكل حاجه، بس ركز كده على الراجل اللي جنب البرادعي ده يا سيدي. ايوه ده مين ده؟ ايوه كولين باول. ايوه مين يعني؟ اللي كان شارك قبل كده في غزو بنما وحرب فيتنام وما شاء الله تاريخ مشرف في انعدام الانسانيه. وفي الجلسه دي وهو جنب البرادعي كان جايب معاه انبوب اختبار فيه مسحوق ابيض وقال ايه؟ بيقول ان فيها دليل ان صدام كان عنده اسلحه بيولوجيه. ومش بس كده لا، ده جاب صور لمنشآت ما تعرفش جايبها منين بتفيد ان العراق عندها السلاح النووي. والمضحك بقى انه بيشاع انه صور مصانع للبن اطفال وقال ان دي اماكن لتصنيع الاسلحه النوويه كمان. وصدق على كلامه واحد زي توني بلير رئيس الوزراء البريطاني اللي كان بيقول ان الهدف من غزو العراق هو مش تحرير العراقيين من ديكتاتوريه صدام، مع انه شخص سيء وديكتاتور، بس مش دي قصتنا هي اننا ننهي النووي في العراق. وكمان ضافوا بهاراتهم انه والله صدام متورط في دعمه لتنظيم القاعده واحداث سبتمبر والكلام الجميل اللي محدش مصدقه طبعا ده. خلاص عرفنا المتحكمين في قرارات العالم قالوا ايه في الجلسه اللي قبل الغزو على طول ب3 اسابيع. طيب نرجع بقى للبرادعي دلوقتي اللي اكل الجبنه واللي الامريكان مشغلينه لحسابهم كخاين وعميل ونور الشريف في بئر الخيانه بعد الظهر، وقبل الظهر ايه؟ وكيل الطاقه الذريه، واللي شهادته كانت مهمه جدا قبل الغزو لان هو المسؤول انه يعمل لجنه تفتش في العراق، فشهادته هتقطع عرق وتسيح دم. بعد ما لجنته راحت قلبت الاوض والنيش والصالون في العراق عشان يشوفوا اي دليل لاي حاجه نوويه. وهنا كان رد البرادعي. The following can be stated. 1. There is no indication of resumed nuclear activities in those buildings that were identified through the use of satellite imagery as being reconstructed or newly erected since 1998, nor any indication of nuclear-related prohibited activities at any inspected site. Second, there is no indication that Iraq has attempted to import uranium since 1990. 3. There is no indication that Iraq has attempted to import aluminum tubes for use in centrifuge enrichment. Moreover, even had Iraq pursued such a plan, it would have encountered practical difficulties in manufacturing centrifuges out of the aluminum tubes in question. Fourthly, although we are still reviewing issues related to magnets and magnet production, there is no indication to date that Iraq imported magnets for use in a centrifuge enrichment program. As I stated above, the IAEA will naturally continue further to scrutinize and investigate all of the above issues. After 3 months of intrusive inspections, we have to date found no evidence or plausible indication of the revival of a nuclear weapon program in Iraq. We intend to continue our inspection activities, making use of all the additional rights granted to us by Resolution 1441 and all additional tools that might be available to us, including reconnaissance platforms and all relevant technologies. We also hope to continue to receive from states actionable information relevant to our mandate. I should note that in the past 3 weeks, possibly as a result of ever-increasing pressure by the international community, Iraq has been forthcoming in its cooperation, particularly with regard to the conduct of private interviews and in making available evidence that could contribute to the resolution of matters of IAEA concern. I do hope that Iraq will continue to expand the scope and accelerate the pace of its cooperation. بس كده يا سيدي، لا في كلام من قريب ولا من بعيد انه مع قرار الحرب، وبالعكس هو قال الاف المرات ان العراق وصدام كانوا مرحبين جدا بامر التفتيش عشان هم فعلا ما عليهمش حاجه. وبعد ما فشلت امريكا في الحرب الاستبداديه اللي عملتها على العراق مات فيها اكتر من 200,000 انسان عراقي، واتسرقت فلوس وذهب ونفط وبلاوي زرقاء، وخسرت الارض الجميله دي بنيتها التحتيه اللي كانت عمرانه بخيرات ياما، وخسروا كمان ارواح كتيره. والحمد لله دلوقتي العراق قدرت تتعافى واحده واحده ونتمنى لهم كل خير. لكن بعد الفشل ده كله كولين باول وتوني بلير وكل الاشكال المتسخه اللي حكينا عنهم دول اعتذروا وعيطوا جامد قوي على خساره الارواح دي، ووقوع واحده من اعظم الدول في الشرق الاوسط وقتها. حتى جورج بوش نفسه من سنتين وقت عركه روسيا واوكرانيا كان بيوصف بوتين بانه شخص مجنون، واتلخبط وهو بيقول عشان راح يحتل العراق بدل ما كان قصده يقول اوكرانيا. And the decision of one man
to launch a wholly unjustified and brutal invasion of of Ukraine. صادق والله يا جورج، زلت لسان انا عارف، بس كنت بتحكي فيها عن نفسك. والبرادعي فضل هو اللي واكل الجبنه لحد النهارده، عشان في ناس بتعشق فكره ان لا، اسلم نفسي للمؤامره احسن بكتير من ان اصدق اللي شايفه بعيني بشهاده الراجل وهو بيتكلم لايف. بس الكذبه بتاعت اشاعه البرادعي دي بتكبر وبتكبر وبتكبر لما البرادعي بيقرر ينزل مصر وبيكون تحالف ديمقراطي. ساعتها جات الله اعلم بيها بقى رجعت الاشاعه الخايبه دي للاذهان تاني، لان بكل بساطه بروفايل البرادعي مش طبيعي. انت عندك واحد معاه جائزه نوبل، متعلم تعليم اعلى من العالي، عاش طول حياته في امريكا، قرر انه ما ياخدش الجنسيه الامريكيه ولا يبقى معاه باسبور امريكي عشان تحسبا لو ترشح لمنصب سياسي في مصر او حاجه بعد كده. يعني شخص لا غبار عليه ومضمون وسهل انه يبني شعبيه بمجرد ما يقول انا هنا يا مصر. لكن فضلت الاشاعه دي زي ما قلنا بتتكرر، وطبعا اشاعات تانية زي اللي يقول لك ده امريكاني يعني هيخلي بناتنا ملط في الشارع وهيخلي البنات تقلع الحجاب، الحق ده هيخلي البلد علمانيه، يعني امك لا مؤاخذه تمشي في الشارع بشعرها، ده هيعمل المش عارف ايه، ده هيسوي المش عارف مين. وفي النهايه يا جماعه الخير البرادعي فتش ودفع ثمن تفتيشه وكلمه الحق اللي قالها كمان بعد ما كان وكيل الطاقه الذريه واخد بعدها جائزه نوبل للسلام. امريكا والمخابرات وكوندليزا رايس حاولت تديله الرجل وتقصيه من منصبه اللي كان ناجح فيه لفترتين متتاليين بعدد اصوات 33 من اصل 34 صوت. كل ده عشان بس قرر انه يقول كلمه الحق ويقول التقرير الحقيقي مش اللي امريكا عايزاه. اود اتحدث عن نفسي، انا وقفت فعلا في مواجهه الولايات المتحده، ولذلك كانت تعمل يعني باقصى قدره على انها تزيحني من هذا المنصب، ولم تستطيع، لان باقي دول العالم رأت أننا نعمل بمصداقية، وأن المصداقية هي أهم شيء في وكالة تصدر أحكامها عن تصرفات الدول. حتى في الحملة اللي اتعملت ضده في نص بداية الألفينات دخل فيها شاول موفاز اللي هو إيه؟ نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي، عشان ما كانش أذان إيران والنووي بتاعهم وقتها. وتاني وتالت وعاشر مرة أنا لا من البرادعي لافرز ولا جاي أسير أي بلابل، أنا بس حبيت أصحح حاجة اتقالت في إطار سينمائي مش أكتر، زي ما إحنا بندردش في السينما تملي. وبس كده يا سيدي، أشوفك عن قريب إن شاء الله، ويلا سلام عليكم.